ليه احنا احسن كورس انت تقدر تاخده، سواء انت عايز تاخد تأسيس او ليك نفس تحل امتحانات بعد ما بالفعل اخدت البيزكس. والله الحقيقة ان احنا الحاجة اللي بتميزنا ان احنا بنعمل كل اللي other courses تعمله، بس بنزود عليه كام حاجة مش هتلاقيها غير عندنا احنا وتيتشرز تانيين عددهم قليل جدا جدا جدا. مشكلة الانجليش انه ما ينفعش تعامله زي الماث، ما ينفعش تعامله زي البيولوجي، ما ينفعش تعامله زي اي مادة انت بتاخد فيها كورسز. انت اي مادة عادية بتاخد فيها كورسز اخر كانك بتاخد الدروس وبعدين بتحل امتحانات او اسئلة بتاعت امتحانات فاتت، فاللي هو مجرد تاخد شرح وبعدين حل. الحقيقة انه بالنسبة للانجليش دي مجرد البداية، انت غير الشرح والحل اي حد شاف الامتحانات بتاعت الدبلومة الامريكية يعرف ان جزء كبير منها بيعتمد على مستوى اللغة بتاعك. وعشان نحسن مستوى اللغة بتاعك انت اول ما تخش معانا الكورس بتضاف على جروب واتساب فيه كل الناس اللي معاك في المجموعة، لكن بيبقى فيه جروب واتساب فيه انا وانت والاسيستنت بس. الهدف من الجروب ده ان كل اسيستنت بيبقى واخد تقييم بيعمله لك لوحدك، assessment بيعمله لك لوحدك عشان يحدد مستواك انت في الانجليش فين، سواء الريدنج comprehension skills مهاراتك في القرايه ومستواك في اللغه بتاع الانجليش عامه وصل فين، او سواء حاجه زي الفوكاب بيبقى عنده فكره كويسه جدا انت الفوكابلري بتاعك واصل فين بالظبط، ويبدا الاسيستنت يشتغل معاك. وانا طبعا بشرف على الكلام ده عشان كده معاكم على الجروب. نبدا نشتغل واحده واحده معاك عشان جنب اللي احنا بنعمله مع بعض في الحصص اللي هو ان احنا ناخد الليسنز ونحل عليها وكده، نبقى شغالين ان باراليل في نفس الوقت. الكلام ده على فكره في الاثنين، في التاسيس او في كورسات الحل، نبقى شغالين ان باراليل بالتوازي. بنقوي عندك الانجليش لانجويج عشان تعرف تحل كويس في الامتحان. فلو انت عندك اي مشاكل في الفوكاب ان شاء الله بنشتغل ان احنا نحلها مع بعض. اي حاجه محتاجه انك انت تحسن مستوى اللانجويج بتاعك بنشتغل عليها مع بعض في نفس الوقت. طيب هل في حاجه تانية عندنا مش عند اي حد تاني؟ ناس كتيرة جدا بتواجهها مشكلة، انه مستر افترض انا دلوقتي مثلا واحنا بنحل لقيت ان في لسن انا نسيته، يعني لسن مثلا لقيت ان انا مش عارفه، يعني طبيعي اي طالب بيبقى عنده ديفكت في واحد من اللسنز مثلا. فايه الحاجه اللي انت عملتها لي عشان نحل الموضوع ده؟ بص يا باشا، اي طالب بيخش عندنا بياخد اكسس للتليجرام شانل بتاعتنا. التليجرام شانل بتاعتنا عملناها زي مكتبه او لايبرري كامله فيها كل حاجه انت محتاجها عشان تكفر اللسن ده. يعني اولا عليها التليجرام شانل كل الفيديوز بتاعت كل اللسنز، تمام، زائد عندنا ورك شيت بتاعت براكتس على كل لسن لوحده، وعندنا حتى هتلاقي بقى الفيديوز وحاجات لكل اللسنز اللي انت محتاجها. حتى لو انت مثلا واحد دخل معانا على السولفينج ما كانش معانا في التأسيس فعايز ان انا اراجع لسن معين، يا باشا هتلاقي على التليجرام شانل النوتس وهتلاقي الفيديوز، هتلاقي كل حاجه. وكده كده واحنا شغالين مع بعض انا بكون زي ما اتفقنا معينك الاسيستنت بتاعك، وانا بقول لك مثلا قول له انا محتاج اشتغل على دي فين الريسورسز وهو بيجيبها لك لحد عندك. وبعدين اتابع انا معاك اتاكد هل انت جنب الحل والشغل اللي عملناه مع بعض في الحصه اشتغلت على الجزء اللي عندك ديفكت فيه انت لوحدك ولا لا. فزي ما انتم شايفين احنا عملنا بروجرام يعني بفضل ربنا عز وجل وتعب مش قليل، يعني احنا تعبنا جدا جدا عشان نوصل للموضوع ده. عملنا بروجرام يقدر ان هو يحل لك مشكله الانجليش بتوفيق ربنا عز وجل كامله. فوذر انت بتتكلم على الليسنز او البراكتس او حتى تنميه اللانجوج سكيلز بتاعتك، احنا we've covered all of this. فاتمنى انكم تنورونا في الكورسز ان شاء الله وتنبسطوا زي الشباب المبسوطين معانا بتوفيق ربنا. and we will see you soon ان شاء الله. سلام عليكم.